نجاح هذا وبعدين اختفت. شلون اودع شلون اودع اضحك بوجهك كذب وانا كاتم القهر شلون اودع شلون اودع الف طعنه انطعن وانظر بمليون خنجر وما امر. كاظم الساهر بالاضافه الى اخلاقه العاليه ونبله، رجل طيب جدا انا ملتقي وياه، وعنده مواقف إنسانية مع كثير من الفنانين ومع كثير من الناس، يساعدهم ماديا، ورجل يعني فنان، يعني نبعده شوية عن الصوت والإداء والفن، يعني هذا الجانب أنطيه إياه من خلال لقائي معه عدة مرات. وإلى فضل كبير علي أنه ثبت اسمي أنا وأمل خضير وياس خضر في مهرجان الدوحة السادس في قطر، لولاه ما رحنا غنينا هناك. وسوى ليلة عراقية أجبرهم المطربين يغنون، مثلا لبناني سوري مغربي كذا، هو قال لهم اريد ليله عراقيه. وكاظم نزلنا في فنادق درجه اولى وركبنا طيارات فيست كلاس، ويعني هذه مواقف الانسانيه الرائعه. هذا جانب. الجانب الفني، كاظم الساهر شاطر فنان شاطر ودؤوب وصبور، وقدر ان يصل الى هذا المكان. بعدين اكو نقطه مهمه جدا، مثلا اكو ناس يحجون على كاظم بطريقه يعني ما تليق. يا ادري هسه دخلوا جانب معين ان هذا عراقي. خلينا ناخذ هذا الجانب، ان هذا العراقي تجاوز كل المطربين العرب، يعني من هالجانب خلينا نتباهى به. كاظم مؤدي جيد، كاظم فرقته رائعه جدا، كاظم يعرف كيف يلبس، كيف. وبعدين ايضا اكو فضل على كاظم من مدير اعماله منذر. عنده مدير اعمال، مختار مدير اعمال رائع جدا، وهو اللي يحرك كاظم، ويعني اشتركوا الاثنين في هذا النجاح. كاظم بصوته وباخلاقه وبحضوره المتميز، يعني من يوقف على المسرح كاظم ما في يوم من الايام صور اغنيه بها اسفاف وبها شيء يخل بالذوق العام، مثل ما بقيه المطربين اللي يعني يعتمد على اغراء العين بالنساء والى اخره.